بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة التاريخ، أو هنقول بقى استكمال لدرس اللي هو درس الفتوحات الإسلامية في عصر الدولة العباسية. الحصة اللي فاتت تكلمنا على الفتوحات الإسلامية في بلاد المشرق، وتكلمنا على فتح بلاد المشرق وبعض الدول المستقلة التي قامت فيها زي الدولة الطاهرية والصفارية والسامانية، وفتح بلاد الهند والسند، وطبعا اتكلمنا على الدولة الغزنوية والدولة الغورية. ده بالنسبة لبلاد المشرق. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على الفتوحات العباسية في آسيا الصغرى وعلاقتها بالدولة البيزنطية. طيب، طبعا الدولة البيزنطية اللي هي طبعا كانت في دول أوروبا. اتسمت العلاقة بين الدولة الإسلامية خصوصا في الدولة العباسية والدولة البيزنطية بالعداء، فكان على العباسيين الحفاظ على مكتسباتهم في الأطراف الشمالية. اللي مقصود بالأطراف الشمالية هنا طبعا آسيا الصغرى، عن طريق طبعا عدة إجراءات تتمثل فيه الإجراءات دي. رقم 1، تقوية الثغور والعواصم. 2، الحرص على استمرار نظام الصوائف والشواتي. رقم 3، اضطرار البيزنطيين للمهادنة وطلب الصلح، وخروج الخلفاء العباسيين بأنفسهم لحرب الروم، ومناصرة البيزنطيين الخارجين أو مناصرة البيزنطيين للخارجين عن الدولة، واتباع سياسة تبادل الأسرى بين المسلمين والبيزنطيين. طيب، يبقى دي العلاقة ما بين الدولة البيزنطية والدولة الإسلامية اتسمت بالخلاف أو بالعداء، ودي الإجراءات التي اتبعها المسلمين في تحقيق أو في الحفاظ على مكتسباتهم، اللي هو عندنا ادي 6 عناصر: تقوية اقليم الثغور، والحرص على استمرار نظام الصائف والشواتي الى غيره، العند اتباع سياسة تبادل الأسرى بين المسلمين والبيزنطيين. هنتكلم على كل عنصر. اول حاجة تقوية اقليم الثغور. احنا اتكلمنا قبل كده على اقليم الثغور، وقلنا ان طبعا اقليم الثغور يعد، وقلنا ان اقليم الثغور هو منطقة الحصون التي بنيت على حدود الشام والجزيرة لصد غزوات الروم، وتنقسم زي ما قلنا الى ثغور شامية والثغور الجزرية. وقلنا ان طبعا بالنسبة لتقوية اقليم الثغور والعواصم كان من ضمن الاجراءات التي اتخذها المسلمون، وكان الخليفة المنصور هو اول من وضع اسس نظام الثغور. واحفظ لي اسم المنصور عشان بيجي سؤال مهم. اكمل تقوية اقليم او يعد نقط اول من وضع اساس النظام الثغري، هنقول على طول المنصور، والذي اكتمل طبعا في زمن المعتصم او الخليفة المعتصم. كما اهتم العباسيين وعلى رأسهم المهدي وابنه الرشيد بتحصين الحدود. طيب، المهدي وابنه الرشيد عملوا ايه؟ رقم 1، قاموا بإعداد تحصين ملطية عن طريق جمع الجنود والعمال من كافة البلاد. 2، اهتموا بإعادة تخطيط المدن الثغرية وإحاطتها بالأبراج والأسوار وتحصينها. كما اهتموا بتحصين طرسوس، فقاموا بإنشاء المساكن والحصون بها، وجعلوا منطقة الجزيرة الفراتية كيانا إداريا مستقلا. طيب، يعني كلمة الجزيرة الفراتية، وأول ما يبادر لذهننا كلمة جزيرة هنقول إن الجزيرة هي جزيرة في عرض البحر؟ لا طبعا، المقصود هنا بالجزيرة الفراتية هي الأراضي الواقعة ما بين نهري دجلة والفرات. طبعا بتأخذ بعض الأجزاء من روسيا، من سوريا، وبعض الأجزاء طبعا من تركيا. وعمل ايه تاني المهدي وابنه الرشيد؟ اخر حاجه، فصلوا اقليم الثغور عن اقليم العواصم. النتائج اللي ترتبت على الاشياء اللي انا قلتها دي كده، وبذلك طبعا نتج عن ذلك ايه؟ تميزت مناطق الثغور بقوه تحصيناتها ومرابطه الجيوش الاسلاميه الدائمه لها. طبعا ترتب على ذلك عدم قدره الروم على اختراق مناطق الثغور. عشان دي سؤال مهم، ما النتائج المترتبه على اهتمام العباسيين بتحصين الحدود؟ اقول عدم قدره الروم على اختراق مناطق الثغور. نيجي عند نقطة تانية مهمة: الحرص على استمرار نظام الصوائف والشواتي. نظام الصوائف والشواتي طبعا زي ما قلنا قبل كده، مين اللي هو اللي عمل نظام الصوائف والشواتي؟ قلنا معاوية بن أبي سفيان. طيب، أبقى الخلفاء العباسيين على نظام الصوائف والشواتي، ففي عهد المنصور أيضا نظمت لغزو أراضي الروم، انتهج الخلفاء العباسيين من بعده هذه السياسة، فترتب على ذلك رقم 1، عدم إقدام البيزنطيين على مهاجمة الثغور الإسلامية، وإخلاء السكان من منطقة الحدود مع المسلمين حتى لا تتعرض لهجماتهم في الصيف والشتاء، وأبقوا على بعض الحمايات للدفاع عنه. النقطة رقم 3، اضطرار البيزنطيين للمهادنة وطلب الصلح، ودي نقطة مهمة جدا. البيزنطيين طبعا طلبوا الصلح من المسلمين. ايه السبب في كده، او بما تفسر اضطرار البيزنطيين للمهادنة وطلب الصلح؟ هقول
بسبب التواجد والضغط المستمر للمسلمين على أراضي البيزنطيين، زي ما حدث عندما أحرز الحسن ابن قحطبة من انتصارات في أراضي الروم، فقرر المهدي أن يغزوهم بنفسه، وصحب معه ابنه هارون الرشيد، فاضطرت إمبراطورة الروم إيرين لطلب الصلح مع المسلمين خوفا طبعا من اجتياح المسلمين بلادها، فعقدت هدنة بينهما وبين الرشيد. وتلك الهدنة نصت على توقف الحرب بين المسلمين والبيزنطيين لمدة 3 سنوات زي ما انتم حضراتكم شايفين، وتدفع إيرين عفوا الملكة أو إمبراطورة الروم إيرين للمسلمين جزية سنوية قدرها 90,000 قطعة دينار تؤديها على مرتين في السنة، وتمد إيرين بالجيش العباسي بالأدلاء وتيسير لهم المؤن. نيجي عند نقطة مهمة جدا جدا في الدرس، وهي خروج الخلفاء العباسيين لحروب الروم بأنفسهم. طيب ازاي حصل كده ان الخروج ايه حصل كيف حدث خروج الخلفاء العباسيين لحروب الروم بأنفسهم؟ او ممكن تيجي تقول لي برهن على صحة العبارة الآتية. هقول: حيث حرص الخلفاء العباسيين على الخروج بأنفسهم لمواجهة الروم وقيادة الجيش لإقليم الثغور، إذ نقض الأباطرة البيزنطيين الصلح أو تعدوا على حدود الدولة الإسلامية. من بعض أمثلة تلك النقد للعهود، زي ما خرج هارون الرشيد لمواجهة نقفور إمبراطور الروم عندما امتنع عن دفع الجزية، فاتجه إلى هرقل دي مكان، ونجح في محاصرتها وفتحها. رقم 2، مثال تاني: خرج المعتصم لمواجهة الإمبراطور ثيفيول الذي انتهز فرصة انشغال المعتصم في مواجهة أتباع باباك الخرمي، وأغار على حدود الدولة الإسلامية القريبة من بلاد الروم، فأحرقوها وقتلوا الرجال وسبى نساءها وأطفالها. ترتب على ذلك طبعا خروج المعتصم إلى عمورية، فحاصرها وتمكن من فتحها وأسر من فيها. اللي أنا قلته دلوقتي فيها سؤال مهم جدا: ما النتائج المترتبة على مهاجمة ثيوفيل البلاد الإسلامية؟ هقول طبعا ترتب على ذلك خروج المعتصم إلى عمورية، فحاصرها وتمكن من فتحها وأسر من فيها. نيجي عند نقطة كمان رقم 5، مناصرة البيزنطيين للخارجين عن الدولة. طيب، أو مناصرة البيزنطيين للخارجين عن الدولة. طبعا الخلفاء العباسيين حرصوا على الوقوف في وجه البيزنطيين، حيث حاولوا مساندة أعداء الدولة الإسلامية مثل تحالف الإمبراطور ثيوفيل زي ما احنا اللي قلنا من شوية مع أتباع باباك الخرمي، ولكن بدأت هذه المحاولة بالفشل، وطلب ثيوفيل الصلح في النهاية، بما تفسر طلب ثيوفيل الصلح أو الصلح مع الدولة الإسلامية طبعا بسبب فشل المحاولات أو فشل تحالف ثيوفيل مع أتباع باباك الخرمي. كما استغل المأمون الفتنة الداخلية في الدولة البيزنطية التي تزعمها طبعا توماس الصقلي ضد الإمبراطور ميخائيل الثاني، وأخذ يمده بالسلاح والمال لدخول القسطنطينية والاستيلاء على الحكم. نيجي عند رقم 6 وآخر حاجة في السياسة التي اتخذها المسلمين لمواجهة البيزنطيين: اتباع سياسة تبادل الأسرى بين المسلمين والبيزنطيين. طبعا اتبع الخلفاء العباسيين سياسة تبادل الأسرى مع أعدائهم البيزنطيين، كما حدث في عهد هارون الرشيد عندما طلب البيزنطيين من ملكهم نقفور استعادة أسرهم من المسلمين، وقد أجاب هارون طلبهم وتولى مهمة تبادل أسرى القاسم بن هارون التي تمت على نهر اللامس في حضور كل من العلماء والأعيان وأهل الثغور والجنود، فلم يبقى بأرض الروم مسلم إلا وفادوه. وبذلك استطاع الخلفاء العباسيين الحفاظ على الدولة العباسية طيلة فترة العصر العباسي الأول، إلى أن سياستهم تغيرت طبعا في العصر العباسي الثاني بسبب حيث طبعا قامت الدولة المستقلة في مصر والشام، اللي هي الدولة الطولونية في مصر والإخشيدية والحمدانية في الشام، بمواجهة الدولة البيزنطية في مناطق الثغور والعواصم في آسيا الصغرى، واستطاعوا فرض وجودهم أمام البيزنطيين في تلك المناطق. طيب، نيجي بقى عند الفتوحات العباسية في جزر البحر المتوسط وجنوب أوروبا. يعني هي سهلة جدا وبسيطة، حيث حاول العباسيين منذ عهد الرشيد استعادة السيادة البحرية على البحر المتوسط، وتم ذلك في خلال مرحلتين. المرحلة الأولى عن طريق ضم قبرص زي ما انتم شايفينها في الخريطة. المرحلة الثانية عن طريق ضم جزيرة صقلية اللي هي جزء من إيطاليا حاليا. طيب، أول حاجة المرحلة الأولى ضم قبرص. أرسل هارون الرشيد قائده حميد ابن معيوف، ونحفظ الاسم ده كويس، حميد ابن معيوف،
على رأس أسطول لفتح قبرص فتح أجزاء منها وأبرم ما عليها صلحا، لكن سرعان ما نقض أهل قبرص الصلح، فأرسل الخليفة حميد ثانيه عام 190 هجرية، وتمكن من إخضاعها وأسر عدد كبير منهم وأسكنهم مع المسلمين عدة أشهر، ثم أعادهم إلى بلادهم بعد أن أخذ منهم العهد وأنذرهم ألا يقفوا مع الروم إذا هاجموا أراضي المسلمين. بالنسبة لضم صقلية، ضم صقلية أو دولة الأغالبة، لعبت طبعا دولة الأغالبة دورا بارزا في فتح صقلية. طيب إيه هي دولة الأغالبة دي وجاية منين؟ دولة الأغالبة تنسب إلى إبراهيم بن أغلب سنة 184 هجرية 296 هجرية. نشأتها قامت في شمال أفريقيا برضا من الخليفة العباسي هارون الرشيد. كان دورها نجحت في فتح صقلية في عهد زيادة الله الأول الأغلبي، زيادة الله الأول الأغلبي على يد القائد العباسي أسد بن الفرات سنة 213 هجرية. بكده نكون انتهينا من الجزء الثاني من درس الفتوحات الإسلامية في عصر الدولة العباسية، وانتهت الوحدة الثانية في درس التاريخ. أرجو أن انتوا تكونوا استفدتم. أبرز النقاط اللي اتكلمنا عنها النهاردة اللي هي طبعا ما هي أهم الإجراءات التي اتخذها المسلمون في الحفاظ على مكتسبات المسلمين، واتكلمنا عن كل نقطة. اتكلمنا عن تقوية إقليم الثغور، واتكلمنا عن الحرص على استمرار نظام الصحافة والشواتي، واتكلمنا عن اضطرار البيزنطيين للهدنة والصلح، واتكلمنا كمان عن طبعا خروج الخلفاء العباسيين بأنفسهم للحرب. الحصة اللي جاية إن شاء الله نتكلم على مصر منذ الفتح الإسلامي حتى قيام الدول المستقلة. شكرا لحسن استماعكم، أرجو أن انتوا تكونوا استفدتم. أي حد عنده تعليق أي سؤال ممكن يسيب التعليق بتاعه أسفل الفيديو، وأنا هرد مباشرة، أو يتابعنا على الإيميلات بتاعتنا الخاصة. شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.